وعليكم ورحمة الله وبركاته. دي شقة دور رابع، البرج 14 دور، أسانسير شغال، الدور شقتين، الشقة كاملة 3 عدادات كهرباء ومية وغاز. الشقة تالت نمرة من الشارع مستشارين. الشقة مساحتها 125 متر صافي، 3 أوض كبار، ريسبشن قطعتين. احنا شايفين الشقة كلها طبعا جبسن بورد بالكامل، ليد لايت، عندنا الغاز اهوت راكب قديم. ده كده معانا الريسبشن ما شاء الله عليه قطعتين. دي معانا كده مكتبة للشاشة، ودي معانا بلكونة على الشارع. دي بلكونة معانا على الشارع. الشقة تالت نمرة من الشارع مستشارين، دور مميز جدا، دور رابع، برج 14 دور، اسانسير ومدخل فندقي وحارس اتحاد ملاك وسلسلة ملكية وحصة في الأرض. الشقة ما شاء الله عليها مش محتاجة أي مصروف خالص. كده معانا ريسبشن. هنا معانا أول غرفة على الشارع، الأوض كلها ما شاء الله عليها، الأوض كلها 5 في 6 زي ما احنا شايفين كده. أي أوضة فيهم أوضة نوم مرتاحة. طبعا الأوض كلها معمولة فلات وليد لايت زي ما احنا شايفين. طبعا ده شباك ألموتين على الشارع. هنا معانا الطرقة فيها طبعا الأوضتين التانيين والمطبخ والحمام. يبقى كده معانا ريسبشن لوحده وأوضة على الشارع. هنا طبعا طرقة التوزيع. معانا كده المطبخ ما شاء الله عليه، يشيل جميع الأجهزة معانا مرتاحة. هنا التلاجة وهنا البوتاجاز والغسالة طبعا، مكان الصرف اهوت. المطبخ اهوت ما شاء الله عليه، يشيل ال3 أجهزة معانا كاملين. وهنا معانا الحمام. الحمام برضو طبعا مساحته كويسة، طبعا لنا حوض ودش وقعدة لو حد عايز يعمل كابينة أو يعمل مثلا بانيو في مكان البانيو. حمام ما شاء الله عليه. دي معانا تاني غرفة برضو، بلكونة جيب على الشارع. كده معانا 3 قطع على الشارع. الأوض كلها ما شاء الله عليها، أي أوضة فيهم أوضة نوم مرتاحة. الأوض كلها 4 في 5 زي ما احنا شايفين. دي بلكونة جيب على الشارع. طبعا ده الشارع اهوت. الشقة تالت نمرة من الشارع مستشارين، خطوات للحي وفتح الله وبيتك وجميع المدارس. مكانها ممتاز جدا. معانا كده الأوضة التالتة ما شاء الله عليها. الأوض كلها ما شاء الله عليهم، الأوض كلها كبيرة طبعا. الأوض كلها طبعا فلات بالكامل طبعا وليد لايت زي ما احنا شايفين كده. دي أوضة 5.5 في 3.5 طبعا مرتاحة، فيها بلكونة جيب طبعا. شباك دوت طيارة هوا بحري ما شاء الله عليه. الشقة مش محتاجة أي مصروف، 3 عدادات كهرباء ومية وغاز. الدور الرابع دور مميز، أسانسير وحارس مدخل فندقي، اتحاد ملاك وتسلسل ملكية وحصة في الأرض. ربنا يبارك لصاحب النصيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.